هذه فتاة صالحة من المغرب تقول: رأيت أن الملك محمد السادس سيلقي علينا خطبة، ومنبر الخطبة عالي جدا وكأنه في السماء، واسم الخطبة وحيد القرن، فكنت جالسة في أعلى الدرج في الدرجة السابعة أنتظر الخطبة، وكنت مرتدية الحجاب، ووجهي يبدو أكثر شبابا، وبشرتي وكأنها بشرة أطفال في صفائها، وأنا أنتظر خرج صديق أبي اسمه محمد، وهو إمام في الواقع من جانب المنبر الذي سيخطب فيه الملك، وذهب ليصلي بالمصلين الذين كانوا ينتظرونه للصلاة. كانت صلاة جمعة، لكنه ذهب مباشرة ليصلي ولم يقم بأي خطبة قبل الصلاة. أما الملك محمد السادس فنزل من السماء للمنبر ببدلة جميلة وربطة عنق حمراء، يحمل ورقة بيضاء، كان يبدو في صحة جيدة عكس الواقع. لما عدلت جلستي ورجعت لمكاني سمعت الملك يقرأ آية: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعدتها وراءه واستيقظ. الملك محمد السادس رمز يدل على الله تعالى، فمن أسماء الله الملك، وأنتم تعلمون كيفية فك الرموز المتعلقة بالملوك. نحن لا نشبه الله بخلقه بتاتا ونعوذ بالله من ذلك، لكن هي رموز، ولا يعني هذا الأمر لا صلاح ولا طلاح. وكلمة السادس رمز يدل على اليوم السادس، والذي ليلته هي السابعة، والتأكيد بأن الرائية كانت على الدرجة السابعة، بشرتها صافية، ليلة القدر تطلع الشمس في صبيحتها صافية ليس لها شعاع. الخطبة عنوانها وحيد القرن، والليلة هي الوحيدة في العام، وأجرها أجر قرن كامل، أكثر من 80 عام. 1000 شهر تساوي 83 سنة و4 أشهر، إذا قريب من القرن. الملك يقرأ آية: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ستكوني من الفائزات بإدراك أجر ليلة القدر بإذن الله تعالى. وفي الرؤيا أن رمضان سيكون 29 يوما، لأن يوم 30 هو يوم الجمعة. وهي قالت: وذهب الإمام محمد يصلي بالمصلين الذين كانوا ينتظرونه للصلاة، وكانت صلاة جمعة، لكنه ذهب مباشرة ليصلي ولم يقم بأي خطبة قبل الصلاة. وهذا رمز لصلاة العيد، فالصلاة في العيد قبل الخطبة عكس الجمعة، فالصلاة في الجمعة بعد الخطبة. إذن هو صلى العيد في يوم الجمعة، إذن رمضان سيكون 29 يوما، ويوم الجمعة المفروض هو المتمم، سيكون هو يوم العيد إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.